السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير على خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله نوجد معكم كما تشوفوا تحضيراتي لشهر رمضان الكريم. غادي نحل معكم الكرتونه تاع رمضان اللي كنت موجدتها واش كنت محضره الشهر الكريم وبعض التحضيرات اللي غادي نوريها لكم في التالي. كما تشوفوا هذه هي الكرتونه تاع رمضان بعد معاناه وتعب باش لقينا هذه الكرتونه تاع رمضان. كما تشوفوا جبت كداسه هنايا واحد تاع صول، كما تشوفوا هنايا فلون تاع فريز انا شريته هنا للتحليات، نديرو فيه تحليه. ولا عندي هنا باكي تاع قهوه، باكي تاع الحضا باش نديرو تحليه. هنايا فلون تاني قلعتهم الكراطين هكا باش يبقى لي التسع. جايبه تاع فاني تاع كراميل ديرتهم هنايا. تاني واش حضرت واش كنت مخبيه ثاني، كنت مخبيه ثاني الروز والسكر. هنا كنت تشوفوا الروز، وتاني دايره ساشيه تاع بوكاسين. انا بوكاسين نديرها في الحريره كما كنت تشوفوا. الحريره تجي شابه كيكون فيها بوكاسي فول، تجي بنينه تعطي بنه. والسكر تاني كنت مخبيه 2 كيلو سكر هكا نعاونو. انا كل شهر نقلع هذيك زوج، هذيك وحده زعما كي نشري زعما حاجه نزيد حاجه نقلعها نخليها على جهه باش الخطره الجايه ما نعاودش نشري. نكون زعما دايره كونتيتي تكون مليحه شويه رمضان نعاود هكا روحي في رمضان نكون ملايمه شويه. كيما هادو الديول كل شهر غادي نشري زوج ونخليهم بجهه باش نعاود روحي. كل شهر نشري هذوك زوج ونحطهم. اما هذه الشهر اللي فات شريت هادو زوج، وبعد ان شاء الله كي قرب رمضان غادي نشري ثاني زوج الشهر هذا، وكي قرب رمضان ثاني غادي نشري زوج هكا شويه نعاون روحي. وكي يخصني في رمضان ما يكونش عندي الوقت باش نشري ولا نخدم هذيك حبات ولا وندير بهم ديول. هنا عندي فرماج ثاني تاع الديول. هنا قبل ما تدسوا فرماج ولا طون ولا حاجه اللي قطرعوا لاضات هي الاولى باش تخبوها تكون لاضات تاعها طويله ما تكونش قريبه ويندسوا في الثلاجه، ماشي ديروهم مع برا على الثلاجه تعرفوها هذه. نديرهم في الفريجيدير هكا باش يحافظوا لنا حافظوا عليهم ما نخلوش على برا. كيما طون نقدروا نديروه برا بصح كيما فرماج وما نقدرش نديرهم برا نديرهم في الثلاجه. انا كلشي نديره في الثلاجه هكا باش نحافظ عليهم. وثاني كداسه ثاني يقول لك العزيز الغالي الزيت اللي راه داير حاله في الناس. لما تشوفوا زيتو هذو كنت مخبيتهم على جهه راهم قاعدين نعاون بهم هكا روحي. تعرفوا في رمضان القليان بزاف ونستعملوا بزاف الزيت. كما تشوفوا هذو هما الصوالح اللي كنت زعما معاونه روحي بهم مخبيتهم. هذو مخبيتهم ما نخربش فيهم ما نستعملهم والو. كما تشوف هذا فرماج حتى الماء يكملوا ما نخربش فيهم نخليهم هكا باش كي قرب رمضان نشري شويه فرماج. يكون عندي فرماج نشري غير حاجه قليله. هنايا اللوبيا ثاني اللي انا محضرتها رمضان. هنا اللوبيا لقيتها النوعيه تاعها مليحه جيك شغل كبيره وملحمه ماشي ديك الرقيقه كي نديروها في الطاجين تزرخف تولي كاع ما كانش. هذه لا مليحه كي لقيتها مليحه شريتها ماشي شارفه كيما تشوفيها بالكم هكا غليظه شارفه، لا جايه طاع في الطاجين يجي سكر بها تجي حلوه الطاجين تاعها وتجي باينه ما تفتتناش في الطاجين حتى ترميها مع اللحم تقعد كيما هي. هذه شوف كيما تشوفوا نقيتها غسلتها ودرتها في الكونجيلاتور ما فورتها ما والو. هنايا كي يكون عندكم الكونجيلاتور تاعكم ما يديش لا كلاص ما يضيعوكمش المصبرات تاعكم اللي مصبرينهم يقعدوا كيما هما حافظين على الشكل تاعهم ما يديروا الماء ما يديروا والو. بصح كي يكون الفريغو تاعكم فوق يديروا الماء يدير لا كلاص عرفوا بلي اللي تصبروهم ما يقعدوش ما تقعدش البنه تاعهم ولا الشكل تاعهم لا والو. هنا عندي الرند كما تشوفوا كي يكون جديد ماشي خليه حتى يكون يابس ونشريه. انا كي يكونوا يبيعوا فيه جديد نشريه نغسله نقيه من هذاك التراب ونخليه ينشف. كي ينشف نديره في علبه كيما هكا نستعملها في رمضان وكاع العام نستعملها. كيما هذه هي طريقتي انايا كيفاش تخبي فيها الرند. يقعد لي عن تجربه يقعد لي مده طويله هو محافظ على الشكل تاعه ما يصفر ما والو يجي بنه تاعه في الطاجين علامه. وهنايا الفول ثاني شريته باش قلعت القشره وقلعت هذاك اللب الداخلاني ثاني هذاك اللب قلعت القشره. انا بغي نستعملها هكا في الحريره نستعملها ثاني في المقبلات نديرها مقبلات. هذه هم الوصفات